مستمعين الأعزاء، يسرنا أن نلتقي في حلقة اليوم من منتدى هيفي الثقافي بالشاعر الشاب نوبار حسن، نحاوره عن الغربة والحنين والشعر، ونتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا سعيدة، فأهلا وسهلا بكم. بداية، من هو نوبار حسن الإنسان؟ أهلا وسهلا أستاذ فرحان. بشكرك كثير على هالاستضافة الجميلة، وبتشرف أن يكون ضيف على برنامجكم اللطيف. أنا إنسان عادي، إنسان بسيط من العامة، قريب جدا للطبقة المصهورة، للطبقة المعدومة. كل ما بشوف شخص مكسور أو مجروح يزرع داخلي جرح، يزرع بداخلي إحساسه، يعني شو بدي أقول لك، أحس بوجعه، أريد أكون صوت هالوجع، أرفع صوت هالجرح هذا، خليه كل الناس تسمع عنه، كل الناس تشوفه، تحس بإحساسه. صوت الإحساس عندي عالي، أريد أترجم كل شيء موجود بداخلي وداخل هالطبقة اللي ما بيحس فيها أغلب الناس. وماذا عن كتاباتك التي أنتجتها الآن؟ وماذا تكتب في هذه الأيام؟ الحقيقة ما عندي شيء مطبوع، بس إن شاء الله على وقت قريب ناوي إني أنشر مجموعة شعرية بإذن الله. بس عندي يعني بعض القصائد والقصص والمقالات منشورة ببعض الجرائد المحلية وبعض الجرائد الإلكترونية كمان، وعندي كتير من الأعمال الغير منجزة. في شيء من بلشت إنه بالكتابة، وفي شيء لسه داخلي، يعني لسه ما سنحت له الفرصة إنه يخرج، وإن شاء الله في المدى القريب أحاول أنزل مجموعة شعرية بإذن الله. في أي من الأجناس الأدبية ترى نفسك أكثر؟ أنا بفضل الشعر على كل أجناس الأدبية التانية، وأنا بشوف نفسي شاعر. يعني صحيح عم بكتب قصة وعم بكتب مقالات، بس أكتر شيء اللي بيستهويني واللي يشدني أكتر شيء هو الشعر. الشعر عالم واسع كتير كتير، عالم تقدر تحكي اللي بدك يا اللي كل شيء داخلك تقدر تقوله في الشعر. يعني ما في روابط أو حواجز مثل القصة أو المقالة. وأنت تعيش الآن بعيدا عن الجغرافيا التي كبرت وتربيت عليها، كيف يؤثر ذلك على نوعية منتوجك الأدبي؟ الغربة أثرت بكل المجتمع، مو بس بالشعراء والأدباء. من جهتي الغربة أثرت فيني كتير، يعني صارت عندي غزارة المنتوج الأدبي أكتر، لأنه الحزن صار أكتر، الوجع صار أكتر، الألم صار أكتر. أي شخص تلاقي في الغربة له جرح، له قصة حزينة، لا بينوصف كلمات ولا بيندمل بالزمن. الحزن صار جبل، صار بحر، وفوق كل هالشي الغربة بحد ذاتها حزن وألم وجرح خاص، جرح بحد ذاته. كانت الغربة دائما تبرز في أدب المهجريين على اختلاف ظروفهم. كيف يمكن التخفيف من حدة الغربة في كتابات الأدباء والشعراء الكرد في هذا الصراع الدموي الدائر من حولنا؟ وما هي ملامحها حسب رأيك؟ أنا ضد تخفيف حدة الحزن في الشعر أو تخفيف الغربة، يعني إحساس الغربة بالكتابة. أبدا أنا ضد تخفيف أي شعور مهما كان يترجمه الشاعر أو القاص أو الأديب في كتاباته، لأنه
الشاعر والأديب هن لسان حال الشعب، هن هالصوت، صوت هالشعب. ما بيصير نكتم هالصوت، ما بيصير نخليه يخفف من الوجع، بالعكس خليه يصيح ويصرخ وينادي بأعلى صوته على هالجرح، على هالألم. وأعود معك أستاذ نوبار إلى أجواء الشعر. ماذا يمكنك أن تقرأ لنا من نواحاتك الشعرية؟ يسألني المطر عن غرفتي المهجورة وسقفها المقهور، تجتثني أساطير الرياح، تخترقني كسهم ناري، ترميني من شباكها المكسور، لأبرعم شقائق نعمان من جديد. أيها البعيد، أيها الراقص الوحيد، على صوت طنبورتي المبحوحة، تحبسني عنك تلال الرمل، تحبسني تلال الرمل عنك، تخنقني، تلعن أسلافي تلك التلال، أرابد على جبهات شوقي، عاريا بلا روح، ميتا بلا جسد. لا أحد، لا أحد، لا أحد يسمع صراخي المصدوم. هناك تحت ظل بيتي مدفونة كل أغنياتي، تشرب من طين السنين وتنتظر عودة الفجر بفارغ الصبر. وأنا في هذه البقعة الموبوءة أغني أغنيتي الوحيدة في اسطوانتي المشروخة من بيريا تكريا ولاطو. أيها البعيد، أيها الراقص الوحيد، لا أحد يسمع صراخي المصدوم. هذه هي أنفاس الغربة يا صديق البعيد. وبرأيك متى تستطيع القصيدة أن تستحوذ على اهتمام الناس؟ لما القصيدة تحاكي هموم الناس، وتحكي عن آلامهم، تحكي عن وجعهم، تفوت لقلوبهم وتطالع هالوجع وهالألم، وتنشر وتصرخ وتنادي بهالألم، تحكي عن همومهم اليومية، عن مشاكلهم. هداك الوقت رح تكون جزء من حياتهم اليومية، رح تكون مثل الخبز عندهم، رح تستحوذ على اهتمامهم الكامل. هل تعتبر أن هناك قصيدة شعرية للنخبة وأخرى للعامة؟ أنا ما بظن أنه في شيء اسمه قصيدة للنخبة أو قصيدة للعامة، لا بالعكس. بس في شيء أنه في قصيدة تلامس قلوب الناس كلها، يعني تكون قريبة منهم، وفي قصائد تناسب فئة خاصة. مثلا بالنسبة لي لما مثلا لما بكتب قصيدة حب، إذا بحس إنه شاب مراهق ما حس فيها، أو حتى رجل زلمة عمره 70 سنة، إذا بحسه ما حس فيها وما لامست قلبه، ما بظن أني كتبت قصيدة حب أصلا. لازم القصيدة تلامس قلوب الناس كلها. ما هي أهم المواضيع التي تستحوذ على اهتمامك وضمنتها في كتاباتك؟ بكتاباتي المشاعر كلها تتداخل، يعني كل المشاعر، الفرح، الحزن، الحب، الفراق، الحنين، الشوق، كل الأحاسيس ضمنتها كتاباتي. بس أكتر شيء إني أنا برتاح لما بكتب فيه هو الحب والفقر والحزن، وطبعا أكيد الغربة. لكل قصيدة عالم خاص بها، كيف يمكنك التعاطي مع تعدد العوالم في قصائدك؟ لما بتيجي القصيدة، لما مثل ما بيقولوا لما بينزل الإلهام أو لما بينزل الوحي الشعري، هي القصيدة بتحدد عالمها، هي اللي بتاخدني على هداك العالم.
وتقول لي هذا هو العالم اللي بدي إياك تكتب فيه. هي اللي تحدد اتجاهاتها، تحدد ملامحها، مو أنا. هي اللي تجبرني إني أكتب عن بهذاك العالم. ما هي درجة العناية بالقصيدة لديك؟ هل تعيد قراءة نصك مرات عديدة لتعيد صياغتها في كل مرة أم تتركها على خلقتها الأولى؟ في الحقيقة أنا كل ما بقرأ الشيء اللي كتبته دائما أغير، يعني مستحيل أعيشها على مثل ما هي. يا بنقص يا بزيد أو بغير، أو مرات بغير القصيدة كلها من أولها لآخرها. وأنت تكتب المقالة والقصة إضافة إلى الشعر بطبيعة الحال، كيف توفق بين خصوصية المشاعر تجاه هذه الأجناس الأدبية المختلفة؟ أنا مثل ما قلت لك أستاذ فرحان، لما بينزل الوحي وقصدي الهام الشعري هو اللي بيحدد العالم اللي بدي أكتب فيه، هو اللي بيحدد إني أكتب شعر أو قصة أو مقالة أو أي شيء تاني. يعني مو أنا اللي بحدد هالشي. في مواضيع ما بتنفع إن تكون قصيدة، لازم تكون قصة، أو في مواضيع لازم تكون مقالة. هي الفكرة والموضوع هو بحد ذاته يحدد العالم اللي بدي أكتب فيه. الشعر ودائما الشعر وحده يملئ دواخلنا عطرا. ماذا يمكنك أن تقرأ لنا صديقي نوبار حسن؟ ديني هرگو چاویتا آسو خالات دکن بشورشا هستی من را آزادیا وینه که گریتی دی تقی و داویا مروواتی دبازارین کولیان دا دفروشی. دینی کنی تو جواکا ستیران الدوری قیرینا دیوی دناوا من دا بزاینک زور زور دردخی وشوی بسر گورن کسرن گبشوشتن ده هاتنا و شارتن ده تینی و دوگویشم پوشمانی خواه ده قنجکن تاری ده دینه نرینا تا ننوک خواه ده جانی من ده دچینی خوینا من ده مجی و گارانا هسته من برده ده لچولا دل من ده بزن كلها شرمية داويتين خوار. ديني درجها خويا بالصد كليتي جريداي بخونو هيفيه من بيجاي وكا ويدي لقرا بزنجير ترسي جريداي آزاد ويدي لقرا بزنجير ترسي جريداي آزاد بلا جسنجا من بخوي جليفي من بخوي و دو پنجرین چاوی منی من ملول دراک و دینی دور دینی. ذات مرة حلمت بأنني أرسم وطنا اتهموني بأنني اغتصبت ثورة. أستاذ نوبار، في محور من وحي كتاباتك تقول في بوست قصير لك: أستحلفكم بالله هل من دواء فإن وطني يؤلمني. ترى كيف للوطن كثابت مكاني أن يؤلم المتحول البشري؟ ثم أليس هذا هروب من التقصير تجاه هذا الوطن بإلقاء اللوم عليه؟ بهالمقطع أستحلفكم بالله هل من دواء فإن وطني يؤلمني. أنا ما اعتبرت الوطن بعيد عني أو مثل ما بتقول ثابت مكاني، بالعكس أنا اعتبرته جزء مني. مثل ما بتقول رأسي تؤلمني أو قلبي يؤلمني، يعني اعتبرته جزء مني وأنا ما بحط اللوم عليه أبدا. بالعكس عم بطلب له الدواء، عم بطلب له الشفاء لهالوطن، عم بطلب من الناس أنه تشوف وجع وطنها، تحس بهالوجع. كما وتقول في نص آخر لك: تنظر إلى الوضع تكره الثورة، تكره الحرية، وتصل عند الشهداء وتقف حائرا بلا جواب. وهنا أنا أعتقد أنك لو استمريت في المنحى لساويت الشهداء بالثورة التي تكره والحرية التي تكره. أليس من واجب الشاعر أن يكون مبديا للتفاؤل رغم احتراقه من الداخل؟ الغربة
وبحور الدم اللي حولنا، والموت اللي صاير نشوفه كل يوم، واللي صاير بهالفترة ازداد أكتر وأكتر. يعني كل هالأمور تخلينا نكره حالنا، نكره الثورة، نكره كل شيء اسمه أو كل شيء له علاقة بهالأمر، يكون سبب ولو بسيط. الشيء الوحيد اللي نوقف قدامه باحترام وما نقدر نحكي بحضوره أبدا، ولا نقدر نوصفه بالكلمات، بالكتابة، بالحكي، هو دماء الشهداء اللي صارت كل يوم. صار عنا أكثر من 10 شهداء أو 20 شهيد. أما عن واجب الشعراء يعني ببدأ التفاؤل. أنا بقول بالعكس، على الشاعر أن يحاكي وجع الناس، أن يترجم هالألم، يصرخ. إنه الشاعر والكاتب هن مثل تقدر تقول إنه جرح ناطق، جرح عم يصرخ، ما يصير نكتم هالصوت. ما بيصير الشاعر أو ما بيجوز له إنه يخلق للعالم عوالم وردية وهمية تعيشوا بأحلام. لا بالعكس، لازم نحكي الواقع، نحكي الشيء اللي نشوفه قدامنا. هذا هو واجب الشعراء. مو واجب الشعراء أبداء التفاؤل وتزيين الأمور. أنا هذا رأيي. وتقول في بيتين جميلين بالعربية العامية: جايب لك حلم طرسته في إيدي، دخلك يا حلم لا تروح من إيدي. ما هو حلم نوبار حسن الذي يخاف عليه ويتوسل إليه حتى لا يروح من يده؟ جايب لك حلم طرسته عايدي، دخلك يا حلم لا تروح من ايدي. حلمي الأول والأخير هو قامشلو، إني أرجع على قامشلو وأدور بشوارعها، أبوس كل حجرة فيها، أسلم على أهلها واحد واحد. هذا هو حلمي. وفي محور آخر: هل تتابع نتاجات جيل الشباب من الكتاب والشعراء الكرد؟ هل من تشابه فيها من ناحية الموضوع؟ طبعا أكيد، أنا متابع كتير من الشباب، عم بقرأ لكتير شباب ما شاء الله. على الفيسبوك مليان شعراء وكتاب. بس للأسف يعني قليل ما تشوف قلم جميل، قلم يكتب بشكل حلو. الشباب اللي عم يكتبوا باللغة العربية مثلا أغلبهم تشوف يعني عم يكتب باللغة العربية وكاتب تحت اسمه شاعر، بس بالمقابل ما يعني حتى قواعديا لغته مو مضبوطة. تخيل أحد الشعراء عم يكتب كلمة أحبك بالياء مو بالكسرة، تخيل، وكاتب تحت اسمه شاعر. أو شخص تاني بالبند العريض كاتب الشاعر فلان الفلاني. تقرأ القصيدة تستغرب انه كيف كاتب انه هاي قصيدة، يعني حتى لا ما تشبه القصائد لا من قريب ولا من بعيد. والشباب اللي عم يكتبوا باللغة الكردية كمان يعني في عندهم شيء انه عم يدوروا حوالين الشعراء القدامى، عم يقلدوهم، حتى عم يقتبسوا المواضيع والصور الشعرية، يحاولوا انه يقتربوا من مثلا صيداية جقرخوين او صيداية تيريش. اصحاب هذه الاسماء يعني هدول شموس بالشعر، شموس اللي بيقترب من الشمس بينحرق. هذا شيء اكيد. عم قول للشباب كلهم ما في داعي تقلد غيرك، خلي عندك بصمة لحالك، بصمة شعرية، يعني شخصية شعرية مختلفة. يعني إذا مثلا أي شخص إجا وقرأ قصيدة بيقول في نفسه أنا هالأسلوب مثلا أسلوب فلان، يعرفك من كتابتك بدون ما يقرأ اسمك. هل شدتك أسماء تعتقد أن لها مستقبلا في مجال الإبداع الشعري؟ بصراحة الأسماء ما بتذكرها. أغلبهم عم يكتبوا بأسماء وهمية،
بس في مثلا شخص عم يكتب على الفيسبوك، عنده صور شعرية حلوة كتير، عنده سلاسة باللغة، عنده جمال بالكتابة، إحساس بالكلمات. أي نعم عنده شوية أخطاء إملائية وقواعدية، بس المهم عنده إحساس شاعر، هو بداخله شاعر، شيء يعني عم يكتب شيء حلو كتير. بالمقابل مثلا في شخص تاني عم يكتب باللغة الكردية، اسمه الأستاذ رودي موسى. هذا الشخص بعرفه من زمان، بعرفه انه ما بيعرف يكتب باللغة الكردية، بس ما استسلم وضل يحاول ويحاول حتى تعلم الكتابة باللغة الكردية. أنا بعرف أنه ضل سنين حتى تعلم اللغة الكردية وأتقنها كتابة طبعا. وهلا شفت إنتاجه، شفت كتاباته، شي رائع، شي بيرفع الراس يعني. قصائد جميلة فيها روح لذيذة جدا، فيها كلمات يعني أقول لك شو، أنه حتى شعراء القدامى ما استخدموها، كلمات بسيطة وحلوة وتلامس القلب. عنده صور شعرية رائعة، يعني تحطك بالإحساس بالصورة الشعرية نفسها، تحس حالك جوا القصيدة. بصراحة أنا ما كنت أظن أنه يكتب شيء بهالجمال يعني. وأخيرا لو طلبت منك كلمة قصيرة ماذا تقول فيها؟ في الختام حابب أقول شيء. يعني دائما عم بقرأ على المواقع التواصل الاجتماعي أو بالقنوات التلفزيونية، عم يشوف في أشخاص عم ينادوا بالكتابة باللغة الكردية فقط. يعني أنت كردي لازم تكتب بالكردي فقط، ما بتكتب عربي أو أي لغة تانية. لا بالعكس، أنا بأيد الكتابة باللغة الكردية وبشجعها، بس مو فرض يعني أني أكتب باللغة الكردية مثلا. مو إلزام علي، إجباري يعني بدي أكتب باللغة الكردية. طبعا أنا كردي وبفتخر بكرديتي، بس أنا بدي أكتب الشيء اللي بريحني أنا، الشيء اللي بشوف حالي فيه قوي. يعني أكتب أنا قوي باللغة العربية، أكتب باللغة العربية. عندي قوة باللغة الكردية، أكتب باللغة الكردية. يعني ما في أي ضير. كمان الشعر والكتابة مثل الموسيقى، يعني لغة عالمية. بأي لغة انكتبت مو شرط، المهم توصل الإحساس وتوصل الشيء، الفكرة اللي بدك إياها توصلها للناس. وبالنهاية بشكرك أستاذ فرحان على هالبرنامج الجميل كتير، وأشكر جميع كوادر راديو هيفي FM، وشكرا. الشاعر نوبار حسن، شكرا جزيلا لك. أعزائي مستمعي راديو هيفي FM، إلى هنا ونصل إلى نهاية منتدى هيفي الثقافي لهذا اليوم، وكان ضيفا معنا الشاعر نوبار حسن. ومع أطيب تحياتي أنا فرحان كلاش، وإلى لقاء آخر.